هناك ايضا صفقه محمد صلاح من فريق بازل السويسري. محمد صلاح الذي تالق في الشامبيونز ليج امام تشيلسي ذهابا وايابا. رغب المدرب جوزيه مورينيو في جلب هذا اللاعب لتعويض ايضا خوان ماتا. اكيد تشيلسي ربح كثيرا من بيع ماتا لانه لاعب احتياطي ولا يستغله مورينيو لانه غير مقتنع به او غير مقتنع بجدوى اشراكه كاساسي مادام موجود هازار اوسكار ويليان ثم بعد انتداب محمد صلاح. لذلك بالاموال نوعا ما اللي استثمرها تشيلسي انتدب محمد صلاح، انتدب ماتيتش، انتدب اللاعب زوما من سنتين سياتي مع نهايه الموسم لانه لاعب شاب وخلاه يلعب اساسي احسن في سنتين لما ياتي يكون جاهز اكثر لفريق تشيلسي. اظن ان انتدابات تشيلسي مدروسه، لكن الكل كان ينتظر انه تشيلسي ينتدب راس حربه لان الفريق كان يفتقد راس حربه لان مورينيو غير مقتنع كثير لا بيتو لا بديمبابا لا توريس. لكن واضح انه فكر مورينيو على الاقل في هذا الموسم هو التعويل على اللاعبين الذين ياتون من الخلف، سواء كان محمد صلاح في الوقت الحالي سيكون اضافه كبيره وهي بالنسبه لنا نحن كعرب اهم صفقه في الميركاتو الشتوي، لانه عاده لاعبينا العرب ينتقلوا الى فرق وسط الترتيب، ما تعودناش انه لاعبينا يلعبوا في فرق مثل تشيلسي مثل مانشستر يونايتد مثل ارسنال. اليوم محمد صلاح بعد بروز وتالقه في الشامبيونز ليج مع بازل وتسجيله على تشيلسي ذهابا وايابا، وانا شفت تصريح لكاهيل معجب جدا بهذا اللاعب وقال انه لاعب مميز وانا لعبت ضده ونعرف ان هذا لاعب مميز جدا. لكن كيف سيستغل فريق تشيلسي؟ هل سيلعب راس حربه؟ هل سيلعب على الاطراف مكان ويليان مكان هازارد؟ لكن الشيء المميز ان تشيلسي ما زال يلعب في الكاس، يلعب في الدوري، يلعب في الشامبيونز ليج، يعني المباريات عديده ومورينو يريد مفتوحه بالنسبه لتشيلسي ويمكن للاعب محمد صلاح ان يبرز في احدى هذه اكيد سيجد مكان وسيجد وقت للمشاركه كاساسي ويبرز ويكون من ابرز اللاعبين العرب ان شاء الله في هذا الموسم وفي بقيه المواسم.